السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تكون من 1%؟ عشان تكون من 1% لازم تعرف 99% من الناس بيعملوا ايه. 99% دول بيعملوا اللي اتقالهم عليه بالحرف، بيمشوا في النظام اللي اتفرض عليهم بدون كلمة. هم دول اللي اتحط لهم القانون فعلا. 1% دول بقى صحاب الأهداف والطموحات الكبيرة. الشخص العادي اللي هو من 99% هو الشخص العادي اللي بيروح شغله، بيروح الأول المدرسة ويتخرج، يروح شغله وبعد كده يتجوز ويفضل شغال لحد ما يموت عادي، يعني مش بيعمل أي فرق في حياته ولا أي تغيير. أمال الشخص اللي بيبقى من 1% ده بيبقى مختلف خالص، بيبقى شخص طموح وعنده أهداف كبيرة، وما بيبقاش عايز يبقى زي معظم الناس، لأنه ما بيبقاش راضي عن حياته، بيبقى دايما عايز يغيرها للأفضل، وبيحس دايما إن هو لازم يتميز ويميز نفسه ويبقى مختلف. هو مش بيبقى عايز يبقى زي معظم الناس، هو عايز يصنع التغيير. والله طول عمري وانا صغير قبل ما اعرف اي حاجة عن الكلام ده كنت بقول استحالة ابقى زي معظم الناس وشغال كده زي معظم الناس ومضغوط في الشغل دايما ومفيش اي ترفيه في حياتي وكل يوم زي اليوم اللي قبله. دي اكتر فكرة كانت بترعبني وانا صغير. كنت بدور دايما على صاحب عنده نفس تفكيري ونفس اهدافي عشان نساعد بعض ونوصل مع بعض. بس اكتشفت ان معظم الناس تفكيرهم زي بعض، وعرفت ان الوحدة جزء من الطريق ده، وكل لما الاقي صعوبة في طريقي بضطر ان انا احلها لوحدي. من كتر الضغوط اللي بتبقى عليا بتجيلي ساعات كده افكار خبيثة ان انا اهدى واكبر دماغي من اللي انا عايز اوصله واعيش زي بقية الخلق. بس للأسف مش بعرف اكون كده، وبرجع اشتغل على نفسي تاني. لازم تفكيرك يبقى مختلف وتفكر خارج الصندوق عشان تبقى مختلف عن بقية الناس. 1% دول بيبقوا مختلفين شوية لأن هما عندهم هوس بالنجاح والفلوس والأهداف، وما بيستسلموش بسهولة، وبيشتغلوا 24 ساعة على أهدافهم، وبيوفروا وقت من النوم بتاعهم عشان يشتغلوا فيه على نفسيهم. نفسهم طويل، لكن 99% من الناس عايشينها كده بركاوي، زي ما الحياة توديهم هم ماشيين. ما عندهمش وعي ولا أي حاجة، عايشينها كده زي ما تيجي تيجي، ولا بيسألوا أنا إيه اللي جابني هنا، ولا أنا هنا ليه، ولا إيه طموحاتي، ولا إيه قدراتي عشان أشتغل عليها وأنميها، ولا أي حاجة. لازم تغير في حياتك، لازم تغير من نفسك. إذا كان أنت ما بتقدرش تصحى من النوم بدري هتغير حياتك إزاي؟ بلاش تمشي ورا القطيع. عشان تبقى من 1%، لازم تبقى راجل. يعني نو إباحية، نو كحول، تهتم بجسمك وبصلاتك ويكون عندك انضباط على أهدافك وتنظم وقتك وتتعب على نفسك لحد ما توصل. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.